لا في المكسيك مع 2 مشردين قاعدين في مكان اثري. فجاه بينكسر مكان في الارض وبيلاقي الراجل رمح اثري بياخده وبيمشي. صاحبه بيكلمه مش بيرد عليه، فبتدخل فيه عربيه بكل قوتها بس مش بيحصل له حاجه. بيظهر على ايده ختم الشيطان وبيقوم يمشي عادي ولا كأن حاجه حصلت. بنشوف واحده وهي بتعمل مشروب لبنتها وبتروح اوضتها علشان توديه لها. بتفتح الباب فجاه بتشوف منظر مخيف وبيكون بنتها ملبوسه وطالعه على الحيطه، فبتصرخ وبتقع على الارض من المنظر. بيوصل جون قسطنطين وبيطلع اوضه البنت بكل ثقه، فبيلاقي الناس واقفه قدام الشقه وخايفين. بيدخل اوضتها وبيفتح الشباك علشان الشمس تدخل، فبيتكلم البنت فبترد عليه بكلام غريب. بيحط حاجه على دماغها فبتصرخ منها وبيغمى عليها. جون بيحاول يعرف لسه عايشه ولا لا، فبيظهر وحش مخيف فبيضربه وبيغمى على البنت تاني. فبيطلب من امها مرايه تكون طولها 3 متر. جون بيبدا يجهز الاوضه علشان يطلع الشيطان من البنت، فبيندع على تشاس وبيقول له يحرك العربيه من مكانها. بتجيله المرايه وبيحرك السرير جنب الشباك وبيربط المرايه فوق السرير بالظبط، وبيقول للناس اللي حواليه مفيش حد يفتح عينه مهما حصل. بيمسك البنت وبيبدا يقول كلام مش مفهوم، ففي واحد من الناس اللي واقفه بيفتح عينه وبيبص على البنت، فبيحصل عليه حاجات غريبه وشعره بيبيض. جون بيقدر يخرج الشيطان ده وبيحبسه في المرايه، وبيطلب من الناس اللي معاه يسحبوا المرايه ويرموها من الشباك، بس المرايه بتتعلق في الشباك والشيطان بيحاول يكسر ازاز المرايه، بس جون بيقدر انه يرمي المرايه فبتقع على العربيه وبتنكسر وبيموت الشيطان. البنت بتفوق وبترجع طبيعيه تاني. جون بيروح الاوضه التانيه علشان يرتاح. بيتفاجئ ان في رسمه للرمح على الحيطه فبياخدها. بينزل جون للشارع. تشاز بيقول له ايه اللي انت عملته ده؟ انت عارف ان دي مش عربيتي. جون بيقول له انا قلت لك تحرك العربيه. بنروح لانجيلا وهي بتدعي لنفسها علشان قتلت راجل لانها شغاله محققه. فجاه بتصحى من النوم هي واختها التوأم ايزابيل على صوت حد بينده عليها. ايزابيل بتمشي ورا الصوت وبتطلع على السطح. فجاه بتسمع اسمها تاني فبترمي نفسها وبتقع في الميه. بنشوف انجيلا وهي رايحه تشوف مكان انتحار اختها، فبتشوفها على الارض فبتروح تكشف الغطا عنها وهي زعلانه عليها. المحقق كويس بيقول لها اختك انتحرت ورمت نفسها من السطح، وهي مش عايزه تصدق كلامه طبعا، فبيقول لها انها كانت مريضه. بتقول له اختي ما قتلتش نفسها. بيقول لها كان في كاميرات في المكان. بنشوف الشخص اللي ظهر في اول الفيلم اللي لقى الرمح وهو ماشي وسط الحيوانات، فبيحصل حاجه غريبه وهي ان الحيوانات بتقع تموت. جون بيروح مكتبه وبنشوف المساعد بتاعه بيمن وهو داخل عليه وبيوري له الادوات اللي معاه اللي تقدر تحمي جون ويستخدمها ضد الشر. بنشوف جون بعد كده وهو في التاكسي مع تشاز بيقول له انت ليه بتعاملني ان عبد عندك؟ جون بيقول له انت مش عبد، انت تلميذي. بيقول له ليه مش بتخليني اتدرب على اي حاجه غير السواقه؟ فجون بيسيبه وبيخرج وبيدخل مكان زي المكتبه علشان يقابل حد مهم. فبتظهر انجيلا علشان تقابل شخص اسمه ديفيد، فبتطلب منه ان يتعمل جنازه لاختها، بس بيقول لها ان هي عليها ذنب علشان انتحرت. جون بيتكلم مع واحده اسمها غابريل وبيقول لها انه بيشوف حاجات غريبه وبيقول لها انها لعنه، فبتقول له انها هديه وانه لازم يحافظ عليها. جون بيقول لها انه قدر يخرج شيطان من جسم بنت صغيره، فبيسيبها وبيخرج. بيلاقي انجيلا واقفه بره فبيمشي وبينسى التاكسي. تشاز بيفضل يندع عليه بس مش بيرد. انجيلا بتروح بيتها وتفتح تسجيل الكاميرات علشان تعرف ايه اللي حصل لاختها. فجاه اختها بتقول اسم قسطنطين فبتنخض انجيلا، فبترجع الفيديو تاني بس مش بتلاقي اختها بتقول حاجه. فجاه بيرن التليفون فبترد، فبتلاقي كل التليفونات بترن في وقت واحد. جون بيكون لسه في الشارع، ففي واحد بيجي يقول له معاك ولاعه؟ لسه بيبص له فبيلاقيه اتحول وبقى شكله مرعب. بيفضل يضرب فيه وجون بيحاول يهرب منه، فبيروح وراه. فجاه بتدخل فيه عربيه وبتخلص عليه. بنشوف تشاس بيقول لجون انه عارف انه رايح النادي. جون بيقول له المفروض تفضل في العربيه، فتشاس بيقول له انا عارف انه مكان للموهوبين. فجون بيرد عليه بيقول له مين اللي قالك انه نادي؟ بيحاول تشاس يقنع جون انه يدخل البار معاه وبيترجاه. فبيدخل جون للمكان وبيقول كلمه السر. بيدخل وراه تشاس وبيقول نفس كلمه السر بس الراجل بيمنعه. تشاس بيقول له انا مع الشخص اللي دخل ده. جون بيدخل لواحد اسمه ميد نايت وبيتكلم معاه. ميد نايت بيقول له انت بتختفي كتير وبيقول له معاك اثار جاي تبيعها. فجون بيبدا يحكي له انه تعرض لهجوم من شيطان من شويه. ميد نايت مش بيصدقه، فجون بيقول له انا شفته بعيني وكان هنا على ارضنا. فبيقول له مستحيل، فبيحاول يقنعه جون وبيحكي له عن البنت اللي طلع منها الشيطان. بيدخل واحد اسمه بالسازار فبيتجنن جون وبيتعصب وباين ان في بينهم مشاكل وخلاف. لسه هيحاول يتخانق معاه. ميد نايت بيتعصب عليهم وبيقول لهم انتوا هنا في بيتي. جون بيرجع لمكتبه فبتروح له انجيلا وبتقول له انا عايز اسالك كام سؤال، فبيرفض وبيقفل الباب، بس هي بتلحقه وبتستغل سلطتها. فبتدخل مكتبه وبتقول له ان اختها اتقتلت امبارح وانها كانت مريضه ورمت نفسها من على السطح. جون بيقول لها انت قلت انها كانت مريضه، ايه المرض العقلي اللي يخلي واحد يقتل نفسه؟ فبتقول له اختي في الفتره الاخيره كانت بتكلم نفسها وبتتكلم عن الشياطين، اكيد حد قتلها وانا متاكده ان حد غسل عقلها واجبرها انها ترمي نفسها من على السطح. فبتقول له انا عايزاك تحطني على الطريق الصح. جون مش بيهتم بكلامها وبيشاور ناحيه الباب، فبتسيبه وتمشي وهي متضايقه. بيحصل حاجه غريبه في المكان فبيجري وراها عشان يلحقها. جون بيتكلم معاها عن افعال الناس وان الشيطان هو السبب. فبتقول له يعني لما راجل يضرب مراته لحد ما تموت او لما ام تقتل ابنها يبقى ده سبب الشيطان؟ فبتقول له الناس بطبعها مش كويس. جون بيحاول يقنعها ان في حاجات بتظهر هي اللي بتدفعنا نعمل حاجات سيئه. بيحصل حاجه غريبه، فجاه بينطفي نور الشارع. جون بيحاول يقنعها ان هم لازم يمشوا بس مش بيلحقوا، فبيطلب منها تغمض عينيها. فبيستخدم الادوات اللي معاه وبيقدر يحرق كل الشياطين. بيقول لها صدقت دلوقتي ان هم موجودين معانا؟ بتقول له ايه الحاجات دي؟ بيقول لها شياطين وهم هنا مش جايين علشاني وان اختك ما انتحرتش. بيقول لها هساعدك تعرفي ايه اللي حصل لاختك. بيروح معاها بيتها وبيبدا يجهز نفسه علشان يكتشف ايه اللي حصل. بتجهز له ميه وبيمسك القطه بتاعتها وبيطلب منها تخرج. بيبدا يستخدم سحره وبيدخل لعالم تاني
تاني بخياله. بيفضل يدور على ايزابيل فبيشوفها، فبيظهر شياطين في المكان فبيجروا وراه وهو يجري علشان يلحق الورقه اللي هي رمتها، فبيمسكها وبيرجع تاني. انجيلا بتدخل عليه بتلاقيه بيطلع دخان، فبيقول لها اختك انتحرت وبيديلها الورقه. هي مش بتصدق وبتقول له مستحيل. هينسي بيروح للمشرحه وبيكشف جثه ايزابيل، ومجرد ما بيلمس ايديها بيحصل عليه حاجات غريبه وبيقع على الارض. بيدخل حارس للمكان بيشوفه هينسي فبيجري بيخرج للشارع لحد ما بيروح ماركت. بيحاول يشرب بس مفيش اي حاجه بتنزل من الازايز زي ما تكون فاضيه. بنشوف بالسازار وهو داخل المكان وبيبص على هينسي. هينسي بتجنن وبيجرح ايده وبيموت غرقان. جون قاعد مع انجيلا وبيحكي معاها طفولته وانه كان بيشوف حاجات غريبه هو بس اللي كان بيشوفها. ابوه وامه فكروه مجنون، فجون بيحكي لها انه حاول ينتحر وانه فعلا دخل في غيبوبه زي ما يكون مات ورجع تاني. بيجي تليفون لانجيلا وبتروح لمكان الحادث هي وجون. جون بيبص على جثه هينسي وبيطلع السلسله من جيبه وبيقول له ليه ما اتصلتش بيا. بيلاحظ علامه على ايده فبيطبعها على منديل وبيظهر رمز الشيطاني. بيكلم المساعد بتاعه وبيقول له على اوصاف الرسمه. جون بيقول لانجيلا انه عايز يشوف مكان انتحار اختها ايزابيل، فبيروح الاوضه بتاعتها وبيحاول جون انه يلاقي اي دليل يساعده. جون بيتهم انجيلا انها خططت علشان تقتل اختها، فبيحاول يجبرها انها تتكلم فبتفقد اعصابها وبتقول له انهم لما كانوا صغيرين كانوا بيسيبوا لبعض رسائل عن طريق الضوء والانفاس، فبيظهر رساله مكتوبه على الازاز. جون بيكلم المساعد بتاعه وبيقول له على الرساله المخفيه، فبيحاول انه يحل الرساله فبيوصل للرسمه اللي موجوده على ايد هينسي. بيمان بيحس ان في حد في المكان فبيحصل حاجه غريبه وبتشتغل الالات لوحدها. جون بيحاول يتكلم معاه بس بيمان مش بيرد عليه، فبيطلب من انجيلا انها تسوق بسرعه للمكان. جون بيوصل لمكان بيمان وبيحاول يدور عليه لحد ما بيدخل مكانه. بيلاقيه ميت بطريقه بشعه. بيظهر الشخص اللي معاه الرمح وهو بيقرب من عربيه وبيقتل صاحبها وبياخد العربيه وبيمشي. انجيلا بتقول لجون ان مش اختها بس اللي كانت بتشوف حاجات غريبه وان هي كمان كانت بتشوف حاجات غريبه. جون بيطلب منها ان هي تروح بيتها، فهي بتطلب منه يساعدها وبتقول له انهم قتلوا اختها وان هي لو تقدر كانت بدلت مكان اختها، بس انا ما قلتش اني بشوف حاجه. انجيلا بتقول له ان بعد 10 سنين كانوا بيجبروا اختها انها تاخد ادويه، وبتقول ان اختها طلبت منها ان هي تقول انها بتشوف الحاجات الغريبه دي برضه، فبتطلب من جون انه يخليها تشوف الحاجات اللي اختها شافتها. جون بيبدا يجهز المكان وبتنزل انجيلا في الميه لحد ما بيخلص الاكسجين وبتحاول انها تطلع بس جون بيمنعها. تفضل تعافر لحد ما البانيو بينكسر وبتكون شافت حاجه وعرفت ان كان في حد مع اختها قبل ما تموت، فبتخرج جري على المكان اللي مات فيه بيمان وبتقول لجون انه الشخص ده كان معاه حاجه صغيره. بتنزل على الارض وبتلاقي عمله، فجون بيعرف انه باسلزار. بيبدا يجهز المعدات بتاعته اللي بيستخدمها ضد الشياطين. بيروح جون هو وانجيلا لمكان باسلزار. بتطلب منه انجيلا انها تدخل معاه بس هو بيرفض وبيقول لها تستنى في العربيه. بنشوف باسلزار وهو واقف قدام المرايه في مكتبه. فجاه بيضرب جون عليه النار فبيطير وبينزل على الترابيزه. باسلزار بيقول له نار ايه؟ انا اتخلقت من نار. جون بيساله عن مأمون اللي هو هيبقى ابن الشيطان، بيقول له هيدخل عالم البشر ازاي؟ فبيقوم باسلزار وبيخنق جون. جون بيطلع حديده من ايده وبيضربه بيها لحد ما بيقع على الارض، فبيطلع كتاب ويفضل يقرا كلام. فبيستسلم باسلزار وبيقول له ان ابن الشيطان هيجي عن طريق رمح. بتدخل انجيلا عليهم، فباسلزار بيقول لجون ان انجيلا كانت مهمته وان جون سهل عليه كل ده وخلاها تيجي، فجون بيضربه بالنار وبيخلص عليه. جون بيقول لانجيلا انهم معاهم الرمح وعايزينك انت الوسيطه الروحيه. فجاه بيحصل حاجه غريبه وبتنسحب انجيلا وبتفضل تدخل في الحيطان. جون بيفضل يجري وراها لحد ما بتطير في الهواء. جون بيرجع للبار وبيهدد ميد نايت وبيقول له انه محتاج الكرسي وايه اللي هيخلص عليه. ميد نايت بيستخدم سحره وبيسيطر على جون وبيمسكه من بطنه، فجون بيقول له عايزك تساعدني لان الشيطان قتل بيمان وهانس. ميد نايت بيوافق انه يساعده، فجون بيروح يقعد على الكرسي. ميد نايت بيرمي ميه على الارض وبيكسر لمبه وبيحطها في الميه. جون بيروح لعالم تاني وبيشوف الراجل اللي لقى الرمح وبيفضل يتتبعه علشان يعرف وصل للرمح ازاي، وبيشوفه رايح للمكان اللي ماتت فيه ايزابيل ومعاه شياطين كتير. فجاه الراجل بيخنق جون، فميد نايت بيرجع جون بسرعه. بنشوف انجيلا بترمي نفسها هي كمان في حمام السباحه اللي اختها رمت نفسها فيه. فجاه بيظهر الشخص اللي معاه الرمح، فانجيلا بتضرب عليه النار بس مش بيحصل له حاجه. جون بيوصل للمستشفى مع تشاس، فبيشوف الناس شكلهم غريب زي ما يكون الشياطين اثرت عليهم. جون بيقول لهم لو ما رجعتوش لمكانكم انا هخلص عليكم كلكم. تشاس بيحط حاجه في الميه، فجون بيفتح رشاشات الميه فبتنزل على الناس دي فوشوشهم كلها بتتحرق. جون بيفضل يضرب النار عليهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. الشخص اللي معاه الرمح بيغرق انجيلا في الميه، فبتلاقي نفسها راحت للعالم التاني. فبنشوف ابن الشيطان وهو بيقرب منها. في نفس الوقت بيروح جون وتشاس لحمام السباحه، فبيلاقوا الراجل اللي كان معاه الرمح ميت. انجيلا بتخرج من الميه وشكلها غريب، فبيمسكها جون وبيفضل يقول كلام لحد ما بترجع طبيعيه تاني. بس بيحصل حاجه غريبه وهي ان ابن الشيطان بيكون موجود في جسمها، فبيكمل جون الكلام لحد ما بيقدر يخرج الشيطان، فبيخبط في تشاس فبيطير للسقف وبيقع يموت. جون بيطلب مساعده من غابريل فبتجيله، بس بيعرف انها خانت عقيدتها واتحدت مع ابن الشيطان علشان تدخله عالم البشر. غابريل بتنفخ في جون فبيطير بعيد وبيقع على الارض. جون بيعرف انه مش هيقدر ينقذ العالم فبيقطع شرايين ايده. غابريل بتقرب من انجيلا وبتقول لابن الشيطان ان ميعاد خروجه جه، فبيطلع الرمح وبيكون الوقت واقف عند اللحظه دي. فبيظهر لوسيفر في هيئه
شخص علشان ياخد جون للجحيم. فجون بيقول له ابنك مأمون وغابريل عاملين مؤامره عليك. فبيروح لوسيفر للاوضه وبيشوف غابريل وهي ماسكه الرمح وبتجهز نفسها علشان تخرج مأمون، بس لوسيفر بيشد انجيلا من تحتها وبيرجع ابنه مأمون للجحيم. غابريل قوتها بتروح منها وبترجع بشريه تاني. لوسيفر بيروح لجون علشان ياخده معاه الجحيم، فبيظهر ضوء شديد بينقذه منه. جون بيقابل انجيلا بعد كده وبيديلها الرمح وبيقول لها تخبيه في مكان مفيش حد يقدر يوصل له، وبيقول لها انه هيكمل في شغله ويطارد الارواح، وبيخلص فيلمنا. شكرا للمشاهدة. لو انت مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس، وانتظرنا في فيلم جديد. سلام.